السلام عليكم. معكم مسافة. أول حاجة، رمضان مبارك سعيد. اليوم غادي تسمعوا أول حلقة من سلسلة قصص أصحاب الجنة، واللي غادي تكون عبارة على 15 ديال الحلقات. وأنا مأكد ملي غادي توصل لآخر حلقة غادي تكون عرفتي بزاف ديال الأشخاص اللي منهم هاد الشخصية اللي غادي نهضروا عليها اليوم. ودابا يلا نبداو. اليوم معنا واحد العظيم اللي هربت منه الشياطين، اللي كان الإسلام ديالو عزة للإسلام والمسلمين. خلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 13 سنة. كان في الجاهلية شجاع، تحمل بزاف ديال المسؤولية وهو صغير. كان رضي الله عنه كرع الغنم، وكان عنده مع الرياضات بحال المصارعة وركوب الخيل. كان عنده مع الشعر والتاريخ. كان كيخدم في التجارة، كان حكيم، كان قوي، واختارته قريش قبل الإسلام باش يكون سفير ديالها. وأكيد إلا كانت قريش غادي تختار شي واحد خصو يكون فيه صفات عظمى. هاد الشخص أشهر من هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، وكيفاش حتى دخل الإسلام. إنه عمر ابن الخطاب. سيدنا عمر تأثر، هو شخص اللي كان كيتعجب إلا دخل شي واحد الإسلام. علاش هاد الناس كيبدلوا الدين ديالو؟ وربما عذب بزاف ديال الناس وكيقولوا علاش كيدخلوا لهاد الدين، وكيفاش هاد النساء كتخرج من مكة لبلاد واحدة أخرى غير هكذاك، كيخليوا الوطن ديالهم، المنزل ديالهم. وفي يوم من الأيام عمر رضي الله عنه سول مع عبد الله بنت حنتمة، قال لها فين غادية؟ إلى الهجرة؟ قالت له نعم. قال له علاش؟ قالت له والله غادي نخرجوا من الأرض اللي أديتونا فيها، خارطونا، غادي نخرجوا وربي غادي يفرج. وعمر معروف شديد، معروف قاسي. قال له يا أم عبد الله، الله معك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ديما كيدعي لله، يا اللهم أعز الإسلام بواحد من هاد الجوج، عمر بن الخطاب أو أبي جهل. وهنا عمر جاو عنده قالوا له يا عمر، سمعتي آخر الأخبار؟ قال لهم شنو؟ قال لهم الأخت ديالك صبأت، الأخت ديالك والزوج ديالها صبأوا. مشى بالزربة إلى البيت، دخل قال لهم واش الخبر صحيح؟ قالت له الأخت ديالو نعم، ضربها وضرب الزوج ديالها. قالت له الأخت ديالو ويحك يا عمر، ماذا تصنع؟ علاش هادشي؟ قبل ما يدخل كان شافها كتقرا في واحد اللوح. قال له شنو هادشي؟ قالت له لن تمسه. قال له أعطيني إياه. قالت له لن تمسه يا عمر، أنت نجس، بغيتيه مشي اغتسل. وهنا عمر مشى اغتسل وجا قال لها أعطيني، وبدا يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهنا بدا كيرتب القلب ديالو، باب الهداية بدا كيتفتح. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حتى وصل لقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهاد الآية بالضبط فتحت القلب ديالو. وهنا قال عمر من هاد الشي هربت قريش، وبدا كيكمل حتى وصل لقوله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهنا قال عمر ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد غيره، قولوا لي فين هو محمد. خرج من البيت وبدا كيقلب على النبي صلى الله عليه وسلم بحال شي حد تالف في الظلام وكيقلب على شي حاجة ضاعت وباغي غير يلقاها، ما عارف من يبدا. والهداية دخلت القلب ديالو. الله أكبر. في الطريق شاف واحد من الصحابة قال له يا عمر، وسمعت ماذا يقول النبي؟ قال له ماذا يقول رسولكم؟ قال يقول اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك، وذكرك وذكر أبو جهل. قال أين هو؟ قالوا البلاصة ديالو فين كاين، ومشى ودق في الباب. قالوا يا رسول الله إنه عمر. قال حمزة، وحمزة سلم قبل عمر بأيام. قال لا عليك يا رسول الله، إذا جاء بالخير أعطيناه، وإذا أراد الشر كفيناه بسيوفنا. فتح الباب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا جاء بك يا ابن الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبر عمر من الثياب ديالو. قال له يا عمر واش باقي ما بغيتيش تدخل في هذا الدين؟ قال له يا رسول الله جئتك
أؤمن بالله وبرسوله وما جئت به من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر. وهنا بقاو كيكبروا أهل البيت، وهنا بداو الصحابة كيصليو في البيت الحرام، وبداو الناس كيبينوا الإسلام. علاش؟ لأن عمر دخل في الإسلام. من بعد جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال له: علاش حنا مخبعين؟ قال له: يا عمر، باقي ما تأذنلاش بعد. عمر ما بغاش يكتم الإيمان ديالو، وملي جا الوقت وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ناض وصلى قدام بيت الحرام كيتحدى أي واحد. وعمر باغي كلشي يعرفه. قال له: فين هو أبو جهل؟ قال له: في المنزل ديالو. مشى عند عمر وباغي يعلن أهل مكة أنه دخل في الإسلام، واللي قادر وفي جهده شي حاجة يعملها. عمر كان قوي، حاجة واحدة اللي كيخاف منها هو الله. دق في الباب ديال أبو جهل، فتح الباب، خرج أبو جهل، هو مازال ما عرفش شنو وقع. قال له عمر رضي الله عنه: يا أبو جهل، واش ما عرفش أني قد صبوت؟ قال له أبو جهل: لا تفعل. قلت: نعم. قال أبو جهل: بل لا تفعل، مستحيل إلا أنت. قال له: بل فعلت يا عدو الله. هنا دخل أبو جهل وشد الباب للخوف ديالو. مشى عمر الباب آخر، دق فيه، مشى الباب مورا باب، باب مورا باب، وباقي كيحس باللي شي حاجة في قلبه باقي ما خرجت. قال عمر: وريني شي راجل في المدينة يقدر يوصل لي الأخبار ديالي في مكة كاملة. قال له: مشي عند جميل، وهذا الرجل معروف كيوصل الأخبار في مكة كاملة، كيوصلها في حل الإشاعة. هنا مشى عند عمر، قال له: يا جميل، وسمعتي بأخر الأخبار؟ قال له: ما الأخبار؟ قال له: لقد أسلمت. وهنا جميل بدا كيقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس. جمعوا عليه الناس بداو كيسمعوا جميل كيغوت. قال له: إذا جاب الخبر. قال له: مش عرفتوا آخر الأخبار؟ قال له: شنو؟ قال: سبأ عمر بن الخطاب. قال عمر كان غير موراه: كذبت يا عدو الله، بل قل أسلم عمر بن الخطاب. وهنا قال جميل: أسلم عمر بن الخطاب. حتى هنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى هاد سلسلتنا الإعجاب ديالكم، ونتلاقوا في حلقة جاية إن شاء الله. وما تنساش، بينك وبين المعلومة مسافة.